السلام عليكم يا بني آدم. هتكلم في الحلقة النهاردة عن مجموعة من بني آدم مؤثرة بشكل كبير جدا في الشرق الأوسط، خاصة غرب آسيا. أنا هتكلم عن الأكراد. الأكراد هم إحدى أكبر القوميات التي لا تمتلك دولة مستقلة أو كيان سياسي معترف به. الأكراد ناس عندها ثقافة، عندها قومية، عندها تاريخ طويل عريق ولا تقبل أن تذوب في أي قوميات أخرى. بس طبعا على مدار التاريخ واجهوا مشاكل كتير جدا وعانوا كتير جدا. لو هنتكلم مبدئيا عن العدد الحالي، بيبلغ عدد الأكراد ما بين 35 مليون ل 40 مليون. بالنسبة للغة طبعا الأساسية هي الكردية، في بعض اللغات التانية زي الإيرانية أو التركية أو العربية، وده نتيجة انضمام الأراضي الكردستانية لبعض الدول صاحبة اللغات دي حاليا. لو هنتكلم عن الديانة الأساسية الديانة الإسلامية، الأكثرية سنة، أقلية جدا شيعة. في بعض الديانات الأخرى ولكن بعدد قليل جدا من الأكراد، مثل الديانة الإيزيدية، ودي بيعتنقها القليل جدا من الأكراد. الأراضي الكردستانية اتقسمت عبر التاريخ على مرتين. مرة كده من 500 عام، تحديدا سنة 1514. ده حصل في موقعة جارديران. دي كانت ما بين أكبر إمبراطوريتين كانوا موجودين في الوقت ده، الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية الصفوية الإيرانية. حصلت المعركة دي على الأراضي الكردستانية وانتهت بهزيمة الدولة الصفوية. من وقتها اتقسمت الأراضي الكردستانية إلى قسمين، قسم للإمبراطورية العثمانية السنية وقسم للإمبراطورية الإيرانية أو الصفوية الشيعية. ده كان أول تقسيم. تاني تقسيم ده حصل بعد اتفاقية سايكس بيكو، ودي كانت 1917، طبعا بعد انهيار الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى. حصلت خطوط التقسيم، طالت الأراضي الكردستانية قسمتها لأربع أجزاء: جزء لإيران، جزء لسوريا، جزء لتركيا، جزء للعراق. على مدار وقت طويل جدا حاولت كل من الدول الأربعة أن تزود الشعب الكردي في قوميتها أو ثقافتها، لكن ده ما حصلش حتى الآن. كان في أول الأمر المواطنين الأكراد بيتعاملوا في الدول دي معاملة المواطن درجة تانية، خاصة في تركيا، لأن تركيا حتى الآن لا تعتبر أي حد عايش على أرض تركيا يحمل الجنسية التركية هو غير تركي، وإن اعترف بغير ذلك فأنت مش تركي. لكن طالما أنت عايش على الأرض فأنت تركي، فهي غير معترفة بوجودهم أو قوميتهم أو ثقافتهم بالمرة. ده حاصل حتى الآن. حابة أتكلم شوية عن المعاناة اللي عاناها الشعب الكردي على مدار سنين طويلة قوي وما زال بيعانيها في الدول الأربعة. طبعا نبتدي بالعراق. هتكلم عن أبشع موقعتين حصلوا للشعب الكردي في العراق. الواقعة الأولى هي الهجوم الكيماوي. أكثر من 40 محاولة لشن هجوم كيماوي، ولكن الأكثر والأشرس كانت الهجوم الكيماوي سنة 88، وده اللي كتبت عنه منظمة مراقبة حقوق الإنسان سنة 91 تقرير كبير جدا بتتكلم عن فظائع الشنات الهجومية الكيماوية دي، طبعا من قبل نظام صدام حسين على الأكراد، وقالت أو سمتها بأن هي إبادة جماعية، لأن ده فعلا اللي حصل. مات أكثر من 5000 شخص، أصيب أكثر من 10,000 شخص، ده غير الناس اللي ماتت في السنة اللي بعدها نتيجة لانتشار الأمراض والتشوهات الخلقية وما تلا ذلك. يعني الهجوم ده حصل في الأيام الأخيرة في الحرب ما بين العراق وإيران على مدينة حلبجة. الحادثة الأكثر فظاعة يمكن أو مشابهة للهجوم الكيماوي على الأكراد هي الهجرة المليونية. بعد هزيمة العراق في الكويت ورجوع الجيش العراقي للعراق، حصلت طبعا انتفاضة في الجنوب، انتفاضة شيعية. ابتدت بعدها انتفاضة تانية في الشمال في كردستان. تخوف كتير جدا من الأكراد من اللي حصل في الجنوب، وكمان من ان هم لقوه في شن الهجمات الكيماوية، فعملوا ما يسمى بالرحلة المليونية. في ناس سابت أهلها، في ناس سابت بيوتها، في ناس سابت كل ما تمتلك
سايبين البلد وماشيين سيرا على الأقدام في رحلة تسمى أبشع رحلة هجرة حصلت في التاريخ، في البرد وتحت القصف، وطبعا المقاومة ضعيفة جدا لأنهم ما كانوش بيحملوا غير لو كان المية والسلاح، لو كانوا قدروا يحملوا السلاح وقتها. فالهجرة المليونية كانت من أبشع ما لاقاه الشعب الكردستاني العراقي. إيران، نقدر نقول إن أكراد إيران هم الأسوأ حالا، وده نتيجة طبعا للقمع والظلم والإعدامات الكتير لأي حركة أو أي حزب أو أي شيء مناهض للدولة الإيرانية، فهم في أسوأ حال طول الوقت. تركيا، نتيجة للحرب المستمرة ما بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني، فطبعا الوضع مش مستقر، والشعب الكردي بيعامل دايما بخصومة نتيجة اعتقاد الحكومة التركية انه متعاطف مع هذا الحزب، ده غير المحاولات المستمرة لإذابة الشعب الكردي في القومية والهوية التركية، وده اللي ما قدروش يعملوه لحد الآن. سوريا، الوضع مختلف شوية في سوريا، لأن العدو الأول والأكبر لأكراد سوريا هم داعش، وهم دول اللي هم على خلاف دايما معاهم على أرض الواقع. لكن طبعا في كتير من أكراد سوريا لم يحصلوا حتى الآن على الهوية السورية، وده طبعا بسبب ان الحكومة السورية بتقول ان هم متسللين، وده بيسبب لهم مشاكل كتير. وفي النهاية سواء أقام الأكراد دولتهم أم لا، ليه ما يكونوش بمواقفهم وثقافتهم وقوميتهم إضافة لينا، مش جزء فيه مشاكل كبيرة معانا؟ ليه ما بنعترفش بحقهم؟ لحد امتى هيفضل المجتمع الدولي يتجاهل قومية وهوية وثقافة وحقوق ومطالبات الشعب الكردي؟ يجب أن نحترم جميعا الشعب الكردي بما له وما عليه. أتمنى أني أكون قدرت أوصل جزء كافي عن الأكراد، ولكن أكيد القليل من الدقايق لا يكفي الكلام عن الأكراد شعبا وتاريخا. مستنية اقتراحاتكم وأسئلتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. كانت معكم دعاء عصفور، السلام عليكم يا بني آدم.